أنا عندي مبدأ في التدريس اسمه الإلزام بالأساسي وإتاحة الإكسترا. يعني إيه الإلزام بالأساسي؟ يعني أنت كطالب بتاخد معايا، أنا هلزمك بالأساسي، هلزمك تحل الواجب، هلزمك تحل المعاصر في المراجعات الشهرية اللي هي كل شهر بنعمل ريفيجن نحل المعاصر كله، والفاينل ريفيجن نحل فيها امتحانات المعاصر. ده هلزمك بيه، مفيش دخول حصة من غير الواجب، لازم تحضر الريفيجنز عشان تكمل، هلزمك بيه. وفي نفس الوقت هتحلك الإكسترا، يعني هتحلك كل اسبوع حل الكويز، هتحلك كل اسبوع حل تقييمات الوزاره اللي بتنزل، هتحلك كل اسبوع حل المعاصر اسبوع باسبوع من غير ما تنتظر الريفيجنز. ده اكسترا انا هتحولك واسيبك انت كطالب امام الاختيار، تحب تلتزم بالاساسي وهتجيب مجموع كويس وكل حاجه، ولا تاخد الاكسترا وتبقى من الاوائل؟ ده اختيارك. وانا كمدرس عليا ان انا اوفر، وكل حاجه انا بصورها بنفسي، التقييمات الكويزات كل حاجه انا بصورها بنفسي، مفيش حاجه اسمها اسيستنت يصور، علشان تبقى انت فاهم ويبقى كله بنفس الطريقه، وانت اللي قدامك الاختيار. انا ملزمك بالاساسي واعمل لك اتاحه للاكسترا، وانت واختيارك لو عايز تجيب درجه كويسه او عايز تبقى من الاوائل. اشوفك دايما على خير، سلام.